اليوم خلص اثبتي بمكانك. الفيديو رح يكون روتيني المسائي وانا شوي تعبانه لهيك اعذروا الحشيش اللي رح يصير. اوكي رح اكون صريحه معكم. روتيني المسائي هو 40% عناية بالبشرة، 60% عناية بالأسنان. طبعا أول شي ببلل بشرتي بالمي، ولحتى أعمل أسناني وأفرش أسناني وهيك بيكون المكياج هيك صار طري أكتر. هلا فرش أسناني. هاد أحسن معجون أسنان. هلا باخد من هدول خيطان سان زايدة. نجي لموضوع ليش عملت اسناني. طبعا اكيد كلياتكم لاحظتوا اني عملت سناني هن فينيرز ومو فينير، هيك هن عدسات. اوكي مبدئيا انا ما كان بدي انه ينشال من اسناني كتير، فعملتهم مثل عدسات بيجوا على الاسنان وما بردنا كتير من السن. انا دائما كان بدي اني غير اسناني. هذا الشيء بلش من 2018 و2019 عن جد فكرت بالموضوع، وبعدين ب 2023 عن جد عملت اسناني. يعني بحس هذا الشيء اجى من السوشيال ميديا، لانه بدون السوشيال ميديا ما كنت لاحظت انه اسناني هيك. كان في كومنتات تجيني شغلات، عالم يحكوا شو بهم اسنانك، ليش اسنانها هيك، صلحي اسنانك وهيك. المهم لاحظت هذا الشيء باسناني، والمشكله باسناني انه انا لما كنت صغيره ما كنت اهتم كثير باسناني، لما كان عمري 9 10 وهيك شيء. وبعدين بس كبرت صرت اهتم اكثر، بس لما كبرت كان يعني فات الاوان. المبنى تبعهم او شو بيقولوا الشروكتوه تبعهم كانت يعني فقد ما اهتميت باسناني وقد ما غسلتهم وقد ما نظفتهم وهيك ما كانوا يزبطوا. كان عندي كتير مشاكل بالاسنان. دورت كتير، دورت بتركيا، دورت بألمانيا، شفت كتير دكاترة، سألت. وبالاخير بعد ما دخلت الجامعة كنت يعني هيك لما يكون عندي وقت روح لعند دكتور اسنان هون عنا ببرلين واتعلم على اساس عنده وهيك اتفرج على شغله، وشغله كتير عجبني. حبيت اخذ الخطوة وغير اسناني، لانه انا كمان شخص على السوشيال ميديا كتير بصور، كتير بورجي وشي، كتير الواحد بيشوف اسناني. فحرفيا احيانا ما كنت بقدر اني اضحك مشان اسناني، ما كنت احب اسناني، مع انه اسناني ما كان فيهم كتير مشاكل، بس ما كنت احب شكلهم. ما بعرف كان صار معي هيك وسواس. وطبعا للعالم اللي اسنانهم ما فيها مشاكل ما بنصحكم تعملوا هذا الشيء. اوكي هلا بنكمل بهي ضايل وحده فيها. برافو سورياس. عندي 1000 نوع منهم. طلعوا هدول. اوكي خلصنا من هذا الشيء. وبعدين عنا هاد المنتج السحري، مو سحري يعني انفلونزر. المهم هون بتحطوا مي وهون بيطلع مي، بس بيكون مي ضغط. اسمه فلاستر، واتر فلاستر او هيك شيء. بيجي معه اكثر من راس. في هذا الراس، في هذا الراس. هدول لسه ما استعملتهم. بستعمل راس واحد. أنا كتير بنظف لكم الأماكن بين الشيء المزعج فيه هو استخدامه، لأنه لازم تعمل هيك والمي هيك بينزل. بس ما هذا الشيء بكفي، بس لازم تنتبهوا شوي وانتوا عم تستخدموا هاد، لأنه طلعوا كتير قوي. شايفين؟ خلوني أورجيكم هيك يمكن تشوفوه. شو عملت؟ الله لا يوفق. خلص ما عاد بورجيكم شيء. طبعا هذا الجهاز بتلاقوه على امازون، اكتبوا واتر فلوس ورح تلاقوا كتير. رح نستخدم هذا لحماية اللثة، ورح نبلش الروتين الاسهل. هو الروتين الاسهل بس مانو الروتين الارخص. اوكي ليتس جو. طبعا بالايام يلي ما بكون رايقه كتير وما بدي اني استعمل كتير منتجات وهيك، بستخدم بس هدول الاثنين. واحد هو مزيل للمكياج،
اللي بيكون زيتي، وثاني المزيل المكياج العادي. اول شي باخد هاد بحطه هيك على ايدي. طبعا هدول المنتجات من بنفت، ريحتهم واوزي، الريحة ما في مثلها. اوكي هلا كل المكياج راح، ورح نستخدم هذا الغسول اللي بشيل الزيوت المتراكمه على البشره. طبعا هذا ما بتحتاجوا تحطوا على بشرتكم مي، بس بتحطوه هيك لحاله. اوكي اذا كنت كتير رايقه بستعمل هدول الماسكين. هذا الماسك بحطه على جبيني وعلى انفي، وهذا الماسك بحطه هون للبورس لانه هدول بيصغروا المسامات وبيعطوا ملمس كتير حلو للبشره. فللعالم اللي بتعاني من الحبوب وهيك لازم تستخدموا هيك شيء. هلا انا دغري رايحه انام لانه الساعه حاليا 2، لهيك رح احط هاد. طبعا هاد بيجي تونر. هذا المنتج بيخفف لكم التصبغات بالبشره. مثل ما شايفين انا عندي تصبغات هون، وبشرتي معنا نفس الشيء بكل مكان، فبحطوا لهذا. واحلى شيء فيه انه دغري بتحسوا كيف بفوت على بشرتكم حرفيا. هاد احسن تونر. انا كتير استخدمت تونرز اوكي، بس هاد دغري بتحسوا فيه او ماي جاد او ماي جاد. شوي بحرق هيك بس كتير منيح للبشره. ضلهم بحطوا هيك ولازم تنتبهوا انه ما تقربوا كتير على عيونكم لانه هذا كتير قوي. بعدين بحط هاد السموث سيب. هاد بيكون مرطب. شايفين قديش البشرة بتصير بتلمع اذا عملتوا كل هدول الخطوات؟ love it we love a good glow. طبعا يعني اذا انتم حابين تكونوا كتير اكسترا تستخدموا هيك شيء. اوه ماي جاد. اخر شيء رح احط كريم تحت العيون. طبعا هذا الكريم دائما بخليه بالبراد، كتير منيح البرودة للهالات السوداء، وانا عندي كتير هالات سوداء يعني. وهيك بنكون خلصنا جايز. اوكي حبايبي هاد كان روتيني الليلي، بتمنى انه عجبكم. كان فيديو هيك قصير ولطيف وحلو. خبروني اذا بتحبوا هيك فيديوهات مشان كتر لكم. طبعا قبل ما انام بحب احط عطري المفضل للنوم اللي هو هذا من ريتشوالز. اوه ماي جاد. ويا خبروني كمان شو الفيديوهات اللي حابين تشوفوها على القناة لانه I'm back. بشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. love you.